ناطحة السحاب وينزر تاور بتتكون من 32 دور. بس الليلة دي ناطحة السحاب هتاخد نطحة من النار. النار مسكت في الدور ال21 بسبب ماس كهرباء. أكتر من 100 رجل مطافي جريوا ينقذوا المعلم التاريخي ده، بس خراطيمهم ما قدرتش توصل للأدوار العليا، والحريق انتشر أكتر لغاية ما وصل سطح المبنى، وبدأت أجزاء منه تقع على الشارع، وبسرعة تم إخلاء المنطقة. رجال المطافي قضوا الليلة كلها بيحاربوا الحريق ده، حريق درجة حرارته أكتر من 1500 درجة. وأخيراً بعد 3 الفجر آخر 6 أدوار انهاروا تماماً. ناطحة السحاب خسرت المعركة، ولما طلع الصبح اكتشفوا ان ناطحة السحاب في بلاد مصارعة التيران لما خدت النطحة النارية دي أساساتها ما استحملتش وبقت جاهزة لإنها تنهار بالكامل. المبنى الرائع ده بقى كومة من الخراب بعد أكبر حريق في تاريخ المدينة. مدينة مدريد مش هتكون زي الأول أبداً بالنسبة للي زاروها، لأنهم مش هيلاقوا المرة دي ناطحة السحاب دي.